مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اتأخرت في تحضير الفطار، دخلت المطبخ على الساعة 5:30، انما ايه، انجزت حضرت فطار بسيط بس ايه في الانجاز. اول حاجة عملتها جبت الطاجن بتاعي، حطيت فيه ربع كيلو من المكرونة الفرن زي ما انتوا شايفين كده، ولا مسلوقة ولا اي حاجة، زي ما هي من غير ما اسلقها. قطعت عليها شوية بصلتين صغيرين الحجم زي ما انتوا شايفين كده. ده فطار سهل وبسيط وسريع وغير مكلف، بإذن الله يعجبكم. كانت الساعة 5:30 بالظبط لما أنا دخلت المطبخ. وهجيب قرن فلفل أخضر حامي أو بارد، ولو عندك فلفل ألوان وحطي. تمام، أي خضار عندك حطيه. وجبت حباية من الطماطم زي ما انتوا شايفين، صغيرة خالص كده، قطعتها. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وهتحبيها وهتعتمديها في البيت. ومعلقتين صلصة طماطم زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب حوالي كوبايتين مية مغلية، مية سخنة يا جماعة، هغطي بيها المكرونة، وملح وفلفل، والبهارات بتاعتك، كزبرة أو أي بهار عندك انت حابة تحطيه حطيه، أنا بستكفي بالملح والفلفل والكزبرة. تمام، هقلبهم شوية، واحط معلقتين خل كده ومعلقتين زيت. تمام يا جماعة، هقلبه الخليط كله كده في بعضه. اهم حاجة اغطي المكرونة بالمية، انا هزود شوية مية تانيين. تمام، وهغطي، هرفعها على النار، نار متوسطة، ولا هي عالية ولا هي واطية. في نفس الوقت جبت ربع كيلو من الكبدة، نقعتها. الكبدة ما بتتغسلش يا جماعة، نقعتها في الخل لمدة 3 دقايق بالظبط. أنا الوقت ضيق معايا فإيه، عايزة أحضر فطار بسرعة. وبصلة كبيرة زي ما انتوا شايفين قطعتها. جبت الطاسة بتاعتي وآدي المكرونة على النار، سايباها بتستوي على نار متوسطة. بعد كده ههدي النار عليها، نزلت بمعلقتين زيت، وهسيب الزيت يسخن. وبعد كده وهصفي الكبدة بتاعتي وهنزل بيها في ايه، في الطاسة. اهم حاجة الزيت يكون سخن، واشوف الطشة اللي انا ايه عملتها دي. اهم حاجة الطشة ان هي الكبدة تاخد معاكي صدمة. تمام يا جماعة، انا نقعت الكبدة في الخل وصفيتها زي ما انتوا شايفين. تمام، هدي الكبدة صدمة. اهم حاجة الكبدة ما تاخدش معاكي وقت في التسوية على النار. الكبدة كل ما بتقعد على النار كتير بتبقى زي الكاوتش، بتشد معاكي. كل ما تقعد على النار اكتر كل ما ايه تنشف معاكي الكبدة، ما بتاخدش وقت خالص. تمام يا جماعة، وادي الكبدة بتاعتي على النار سايباها. معلش هو ده بقى موضوع اني انا امسح اي حاجة بتنزل على البوتاجاز في نفس الوقت، بحيث ان البوتاجاز بتاعي يفضل نظيف على طول. تمام يا جماعة، وادي البصلة بتاعتي بعد ما الكبدة خلاص اخدت الصدمة بتاعتها ودخلت في التسوية، نزلت بالبصلة والفلفل الاخضر الحامي. انت بقى براحتك، عايزة تحطي حامي او بارد. تمام، هسيب البصل يدبل زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليها برشة فلفل ورشة كزبرة زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب تاني. فطار سهل وسريع، شوية سلطة وعيش، وهيبقى معاكي أحلى فطار. ادي الكبدة بتاعتي خلاص استوت وجهزت، حطيت عليها رشة بابريكا كده. تمام، ما كترتش بحيث انه عايزاش اللون بتاعها يغمق معايا، انا عايزاها زي ما هي تبقى. ريحة الكبدة كانت مالية البيت يا جماعة. تمام، هنزل بفصين من التوم، فصين بالعدد، انا التوم بتاعي صغير خالص. يديني نكهة كده وريحة.
تمام. وادي كده الكبدة جهزت معايا، بس اللي هنزل بيها شوية مية صغيرين كده، انا عايزة صوص يبقى فيها. تمام. دقيقتين 2 وهطفي عليها. انا لحد دلوقتي ما حطيتش الملح. الملح بحطه في الاخر يا جماعة. هنزل برشة من الملح كده زي ما انتي عايزة، نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة من الملح على حسب انتي بتتبلي الملح ازاي. وادي كده الكبدة جهزت معايا. تمام. المكرونة بتاعتي اهي استوت زي ما انتوا شايفين. عندي كانت شريحة واحدة من الجبنة الشيدر، لو عندك موتزاريلا حطي. انا ما كانش عندي موتزاريلا ولا اي جبنة تاني غيرها، فحطيتها واديتها دخلتها تحت الشواية تاخد لون. ممكن تستغني عنها الخطوة دي وتحط تقدميها على طول على كده. ادي الكبدة بتاعتي كانت جاهزة، وادي المكرونة بتاعتي جهزت، وادي فطارنا السريع. انا داخلة المطبخ حوالي الساعة 5:30 وشوية. الحمد لله لحقت اجهز الفطار. كان فطار سهل وبسيط وسريع. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. تابعوني على قناتي وصفة مفلفلة للحلو الحادق. مع السلامة.